السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس قبل الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. طبعا باقي ايه النهارده معانا وصفة حلوة جدا جدا لزيادة البيض، وفي نفس الوقت لو عندك فراخ بشير كده لازم بقى ايه نعمل لها الوصفات الحلوة ديت عشان تبتدي كده عنقود البيض يتكون. وبإذن الله وصفات هتعجبكم جدا جدا. بس خدوا كده ايه فكرة في قناتي بإذن الله هتستفادي من عمر يوم لحد ايه ما الفراخ بتبيض ان شاء الله. وطبعا في ناس بتشتكي الفراخ بتبيض كل فترة، يعني ما بتبيضش عندها يوميا. لا، بإذن الله الوصفات ديت او الوصفة دي طبعا انا بعملك كمية وصفات، وانت الموجود المتوفر عندك في بيتك ابتدي اللي انت تعمليها للوصفة دي للفراخ او للبط. تمام. فبإذن الله الفراخ عندك هتبيض يوميا طول السنة كده، مش هتقطع بيض يوميا، هتبيض عندك. فزي ما انت شايفة كده الفراخ عندي كلها حيوية ونشاط، وقلت بقى ايه اعمل لهم كده ايه خلطة لتكون البيض والوصفة بتاعتنا كلها فيتامينات وكلها بروتينات ومنشط في نفس الوقت، ومفيدة جدا جدا ورفع مناعة، فيها كل حاجة. بس عايزاكي بقى ايه تشجعني باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. طبعا بقى ايه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا جايبه لهم كده عيش مكسراه ودش وفي نسبه علف كده. فانت اول حاجه متقطعيش العلف للفراخ اللي بتبيض عشان تبيض معاكي يوميا. فانت زي ما انت شايفه كده طبعا العيش فيه نسبة خميرة. فالخميرة ديت حلوة جدا جدا، كلها فيتامينات سي وفيتامينات دي. فما شاء الله حلوة جدا جدا. وقت برضو العيش حلو جدا جدا، يعني فيه فوائده حلوة قوي. طبعا بيقتل البكتيريا الضارة وبينشط البكتيريا النافعة، فحلوة جدا جدا العيش عشان فيه نسبة خميرة. فمعانا بقى النهاردة وصفة حلوة جدا جدا. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين كده وصفتنا كده على رتل مية هنبتدي اللي احنا نديها للفراخ. بإذن الله هتبيض معاكي على طول. فانت خليكي كده معايا لاخر الفيديو. طبعا زي ما انا بقولك كده ايه دايما كده ايه نوعي لهم في الاكل، مش إيه تقولي بقى اكلهم خضرة واكلهم دش او اكلهم عيش على طول ويبيضوا معايا على طول. لا، انت نوع لهم في الاكل وفي نفس الوقت تكون فيها نسبة من العلفة. تمام. يوميا هتلاقي معاكي ما شاء الله الفراخ في نفس الوقت مستفادة، وعندهم رفع مناعة وعندك كده بصحة جيدة. فهتلاقيهم هيبيضوا معاكي على طول. فانت الحاجات ديت ما تستهونيش بيها وهتفرق معاكي. بجد هتخلي الفراخ عندك تبيض طول السنة زي ما انت شايفة كده. طبعا في ناس قالوا لي برضو ايه الفراخ بتاعتي تبيض اسيبها تبيض لقد ايه كم عمر يعني. اقصى حاجة سنة ونص، سنة ونص وجدديهم من تاني. رب تربية تانية وجدديهم احسن ما تسيبوهم سنتين او سنتين ونص في نفس الوقت، مش هينتجوا معاكي نفس الانتاج. تمام. ده إيه واحدة كده كاتبالي في الكومنت، وعايزاكم كده ايه تكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله هرد عليكم. وعايزاكم كده تشجعوني دايما بالكومنت الحلو بتاعكم عشان افضل مستمرة معاكم دايما. فزي ما انتوا شايفين كده طبعا طبعا ببتدي ان انا اطلعهم كده على السطح يشموا شوية هوا كده. وطبعا الشمس حلوة جدا جدا للفراخ. فبتخلي الفراخ عندنا اي التهابات في العظم، تشيل اي التهابات في العظم. الشمس حلوة جدا جدا وبتشيل اي ميكروبات وبتقتل اي بكتيريا. فدايما كده ايه طلعوهم كده في الشمس نص ساعة وهتلاقيهم معاكي زي الفل. طبعا بقى ايه وصفتنا النهاردة جبت معايا رتل مية وحطيت معايا معلقتين كده معلقتين من الكركم. حلوة جدا جدا بجد، الكركم بيفرق معانا للفراخ. ومعانا برضك حطيت كده ليمونة عصرتها برضك على الرتل المية. طبعا الليمون بيقتل اي بكتيريا، حلوة جدا جدا رفع مناعة. فانا حبيت ان انا اضيف الليمونة ديت. طبعا لو انت ما عندكش ليمون اعملي الوصفة ديت ايه الكركم على رتل مية ما شاء الله، ما عدتش تضيفها عليها بقى ايه اي مية تانية عشان تبقى معانا مركزة والفراخ تستفاد من الوصفة بتاعتنا.
فحبيت اللي أنا بقى إيه أضيف معايا ليمون حلو جدًا، جدًا. يعني الليمون بصراحة تضيفيه في أي وصفة، أي وصفة تعمليها لهم ضيفي فيها ليمون، لإن بتشيل زي ما أنتم عارفين الليمون حلو جدًا، جدًا، بيشيل البكتيريا، بيشيل أي حاجة ضارة أو أي ميكروبات عند الفراخ، وفي نفس الوقت مضاد حيوي، حلو جدًا، جدًا يعني عامةً. ف الكركم حلو جدًا، جدًا، بيقوي العظام وفتح الشهية، وفي نفس الوقت بيقلل نسبة الدهون عند الفراخ. طبعًا البياضة يعني اللي هي هتبيض معانا، طبعًا بقى إيه عايز الفراخ بتاعتك تبيض على طول، حُط لهم كركم بيقلل نسبة الدهون عند الفراخ، وما شاء الله مضاد حيوي وفيتامينات D وفيتامينات C، ففيه كل حاجة يعني بجد. الكركم عليكِ والكركم للفراخ، بس هتقولي لي أحط لهم يوميًا؟ لأ، هي مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين بس. لكن أنا عشان باعمل وصفات كتيرة باعمل من كل وصفة ديّة في كل وصفة في الأسبوع، يعني ما باعملهاش مرتين، باعملها مرة واحدة في الأسبوع، تمام؟ عشان إيه نبقى متفقين كده. زي ما أنتِ شايفة كده برضُك أنا يعني إيه باطلّع البط برضُك باشمّسه معاهم، وباسيبهم كده معاهم كده على السطح كلّتهم يتشمّسوا وياكلوا. فطبعًا أنا كنت مأكّلاهم قبلها بساعتين، بس حبيت إن أنا أغيّر لهم الأكل كده وأحط لهم إيه، حاجات كده، لإن هُم كانوا إيه، واكلين وشبعانين معايا، تمام. فزي ما أنا باقول لِك كده خلطة بجد جبارة، رافعة مناعة، آآ طرد لأي فيروزات، مضاد حيوي، وفي نفس الوقت بتقتل الديدان، وما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، بتعالج مشاكل الأكسديا عند الفراخ. فاعتمدي الكركم حلو جدًا، جدًا لأي طيور عندِك حتى للبط. فأنا بقى عند البط والفراخ أهوّة بابتدي اللي أنا أحط لهم كده على رطل مَيّة، وابتدي اللي أنتِ إيه اعملي لهم كده إيه وحطّيها لهم، ما شاء الله هتلاقيهم كلّتهم حيوية ونشاط. وعايزاكم كده دايمًا تشجعوني باللايك والاشتراك فضلًا وليس أمرًا كده، وبالكومنت الحلو. في ناس بتشتكي كده من اللي الفراخ ما بتبيضش، أو بجد الوصفة ديّة هتبقى حلوة جدًا، جدًا علشانِك، وعلشان فراخِك كده هتلاقيها ما شاء الله زي الفل. بجد وصفة حلوة جدًا، جدًا، بتحضّر عنقود البيض، ودايمًا هتخلّي الفراخ عندِك، أو لو بشاير هتخلّيها تبيض على طول. وبجد الوصفة دي بجد ليكِ لفراخِك، اعمليها ومش هتندمي. زي ما أنتِ شايفة كده. طبعًا بقى إيه، قدّمي لهم بقى إيه برضُك، حطّي لهم جرجير، اللي هو الكُرّات المصري، ابتدي اللي أنتِ خرّطيه كده على الوجبة. ما شاء الله كل ده رفع مناعة ومنشّط كده للفراخ، فما شاء الله حلو جدًا، جدًا، وبيحضّر عنقود البيض. فأنتِ اعملي الوصفات دي كلّتها في بيتِك، ما تستهونيش بالوصفة ديّة، وكل حاجة في بيتِك يعني زي ما أنا باقول لِك كده. بس أهم حاجة الاهتمام بالنضافة، والبيات برضُك بيتهم زي ما أنتِ مبيّتاهم كده، يعني شوفي أنتِ مبيّتاهم إزاي وبيّتيهم زي ما بتبيّتيهم عشان ما يبردوش منِّك، لإن إحنا داخلين طبعًا في فصل الشتا. فبإذن الله لو عملتِ الوصفة ديّة هيبيضوا معاكِ في فصل الشتا. طبعًا في ناس بتشتكي إن الفراخ ما بتبيضش في البرد، لأ بالوصفة ديّة، أو شوفي كده في القناة بتاعتي بإذن الله هتعجبِك، عاملة كذا وصفة كده، اعتمديها كده في فصل الشتا هتلاقي الفراخ عندِك ما شاء الله هتبيض على طول. فطبعًا زي ما أنتِ شايفة كده، زي ما أنا قُلت لِك كده بيتيهم بس صح، واهتمي بيهم بنضافتهم هتلاقيهم معاكِ زي الفل وما شاء الله. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وينال إعجابكم. أهم حاجة ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلًا وليس أمرًا، وعايزاكِ كده دايمًا تشجعيني باللايك والكومنت الحلو بتاعِك عشان أفضل مستمرية معاكِ. ويا رب كده وصفتي تعجبكم النهارده وتنول إعجابكم. أهم حاجة زي ما أنا قُلت لِك ما تنسليش اللايك. فيا رب كده الوصفة بتاعتي تعجبكم. مع السلامة، ما تنسوش اللايك.